اهتمامها على مصالح أعضائها فقط، وليس على الولاء الوطني. مصالح هذه القوى والتيارات السياسية الموجودة الآن يعني تؤثر حتى على استقرار البلد. أنا أخذ كلامكم هذا وأرد عليكم في حقيقة. أنتم الآن تتكلمون عن أزمة نعيش الآن. إذن أريد أن يأتيني أحد ويلغي هذه القوى السياسية الموجودة لأن ولاء أعضائها لقواهم السياسية. يا سيد الفاضل خلني أقول لك، أنا معاك. هذه القوى السياسية الآن نحن ليس لدينا قانون لإشهار الأحزاب، أليس هذا صحيح؟ القوى السياسية موجودة على أرض الواقع، ليس هذا صحيح أيضا؟ صحيح. أنتم تتكلمون عن قضية ولاء أفراد هذه القوى السياسية لقواها السياسية على حساب الوطن. من الشعب الكويتي رافض لهذه الفكرة، حتى التيارات السياسية اللي حسنا أنا كل ما أطالب به إصلاح هذه الفوضى السياسية. هذه القوى السياسية التي تجلس معها الحكومة وتخاطبها عند تشكيل الحكومات، وتخاطبها أيضا سمو الأمير يخاطبها عندما يقوم باختيار رئيس مجلس الوزراء، وهكذا موجودة ومعتبرة ومنصوص عليها بالدستور وجود الكتل السياسية هذه على أرض الواقع. أريد تنظيم هذه الفوضى لتسموها ما تشاءون، ليس بالضرورة أحزاب، ولكن ننظمها بقانون. قضية الولاء للآخر، قضية الولاء للخارج، عندما يكون هناك قانون يحظر الولاء للخارج، أي حزب يخالف أو أي حزب يشتبه بأنه يوضع في التحقيق ويجرم، أي عضو يخرج من هذه الدائرة أيضا يجرم. نحن نتكلم عن شيء لم يحصل. يعني أنا ونعيش عند هذه النقطة تحديدا وأسألك أستاذ نواف، هناك أيضا كان على الصحافة الكويتية ارتباط بعض التيارات السياسية بسفارات داخل الكويت، وهذه صار صح. يعني كيف نضمن عدم ارتباطها؟ هل القانون فقط هو الذي يضمن؟ القانون لا يضمن ارتباط تكتلات أو أحزاب بجهات خارجية، ولكن الوعي السياسي في الكويت هو الذي يضمن لأن تكون لدينا تكتلات تمثل الكويت وتمثل المصلحة الوطنية. احنا يا أستاذ الفاضل في استجوابات ناجحة أسقطت من قبل بعض التكتلات ليس لمصلحة الكويت ولا لمصلحة العمل السياسي، وإنما لمصلحة فلان وفلان وفلان، وهذا دليل على قلة التجربة السياسية والنضج السياسي. لذلك أنا أقول وباختصار أننا نحتاج 50 عام حقيقة لكي يكون لدينا نضج سياسي لنتكلم عن الأحزاب. الدول التي سبقتنا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا سبقتنا بمئات السنين، احنا اليوم تجربة 40 سنة وبنعمل أحزاب وبنعمل. رئيس مجلس الأمة السابق قال أن القوانين قادمة لا محالة وعلى الحكومة أن تتجهز لها. هل الأحزاب قادمة لا محالة؟ الأحزاب بلا شك أنها قادمة، ولكن ليس في الوقت الحالي، وأنا مثلتها. هذا كشخص مريض يراد له أن يعمل بنكرياس ولكن لو عمل له سوف يموت. لذلك اليوم لازم نحسن علاج هذا المريض، لازم نعمل بعد إعلامي وبعد اجتماعي وتفقيه بالدستور الكويتي وبالأحزاب. نحتاج سنوات طويلة لكي ندرك عملية سياسية ناجحة. ما يصير اليوم خذوا صلوا ثم الجحيم صلوا، ما يجوز. أستاذ ساجد، يعني أنتم حتى أصدرتم بيان ربما خالفتم التوجهات للحكومة الكويتية في السياسة الخارجية. الآن يعني هل هذا الحزب كونكم أشرتوا الحزب، هل الأحزاب قادمة يعني كل تلك السلبيات التي تكلمنا والإيجابيات ستذهب؟ سيد الفاضل، نحن الآن كنا نتكلم عن 25 دائرة فيها مصائب الفرعيات وشراء الأصوات وكذا، وقالوا هو ال5 دوائر هي الحل. جاءت ال5 دوائر ومباشرة قبل أن تجرب هناك من خرج ينادي بقانون مرسوم ضرورة لتعديلها دائرة واحدة، اكتشفوا الخلل. أنا أعتقد بأن هذه الفوضى السياسية لا تعالج بتضييق الدوائر بقدر ما تعالج بتنظيم فوضى القوى السياسية والانتماء للقبيلة على حساب الوطن، والانتماء للطائفة على حساب الوطن، وللفئة على حساب الوطن. أعتقد أنه هذه المشاكل. أبو أحمد يقول بأنه نحتاج إلى 50 سنة، أنا ليش ما نحتاج 60 أو 45؟ يعني الرقم من يحدده؟ هو القانون مقدم أمام البرلمان الكويتي تماما مثل مسألة حقوق المرأة السياسية. شكرا لك. يعني القانون مقدم أمام البرلمان الكويتي وبالتالي يعني سيناقش. شكرا عاجلا وآجلا قادم لا محالة. في هذه الحلقة الدكتور ساجد العبدلي وأيضا الأستاذ نواف ساري. شكرا لكم أنتم أيضا، إلى اللقاء.